الراجل ده حرفيا اتقطع حتة حتة زي اللانشون كده. فركز معايا لأن التجربة دي صعبة قوي. حبيب بن زيد الأنصاري اتولد في عيلة مليانة إيمان وإنجازات دينية رائعة. مثلا عندك أبوه كان من أوائل الجيش في يثرب، وأمه كانت أول امرأة تحمل السلاح دفاعا عن الإسلام، وأخوه فدى رسول الله بروحه في يوم أحد. فكان البيت ما شاء الله عامر بالإنجازات القوية جدا. بس الصراحة كل ده ولا حاجة بالنسبة للي مر بيه حبيب. هو أصلا مر بتجربة يعني أبهرت ملايين الناس، وأكيد هي هتبهرك أنت كمان. بدأت القصة في السنة 9 من الهجرة لما مسيلمة عمل نفسه رسول وبدأ يبجح قدام المسلمين، وللأسف كانوا بني يقاوموا معاه بسبب إن هو واحد منهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوش يعرفوه، كان من قبيلة تانية. فكان الواحد منهم يقول إيه: أشهد أن محمد رسول الله وإن مسيلمة كذاب، بس أنا مع مسيلمة لأن هو من قبيلتي. من بجاحة بقى مسيلمة إنه راح بعت لرسول الله جواب بيقول له فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، ولنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش قوم يعدلون. فرح رسول الله رد عليه وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورث من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. بس مسيلمة يسكت أبدا، قاعد بقى يغص في المسلمين ويضايق فيهم. فرح الرسول بعت له رسالة بيحاول فيها إن هو يعني يخليه يبعد عن الضلالة اللي هو فيها دي. وكان حامل الرسالة وهو بطل قصتنا أصلا حبيب بن زيد الأنصاري. كان ساعتها لسه شاب صغير شجاع وروح الإيمان في قلبه وفي كل حتة في جسمه. فرح لمسيلمة، لكن مسيلمة ما كانش كويس خالص معاه، ودي حاجة طبعا منطقية. للأسف قيد حبيب ووقفه في الشارع قدام العامة كلهم، وهنا يحصل اللي محدش قدر يتخيله ولا يستحمله حتى. هنا التاريخ يكتب كلام ما كتبوش ولا هيكتبه من قبل أبدا. اللي حصل إن مسيلمة سأل حبيب سؤال، فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فرد حبيب قال له: أشهد أن محمد رسول الله. فقال له مسيلمة: وأني رسول الله؟ فقال له حبيب بسخرية كده وباستهزاء: معلش، أصل أذني فيها صمم ولا أستطيع أن أستمع لما تقول. فتخيل مسيلمة يعمل إيه؟ فراح مسيلمة قال للجلاد: اقطع حتة من جسمه، يعني اقطع حتة من جسم حبيب. والفعل راحوا قاطعين حتة من جسمه واترمت قدام حبيب على الأرض بكل قسوة وعدم إحساس. فسأله مسيلمة تاني: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال له: أيوة. وقال له: وأني رسول الله؟ فقال له: ما أنا قلت لك أنا أذني فيها صمم ولا أستطيع أن أستمع لما تقول. شوف لهذه الدرجة حبيب حتى مش عايز، هو ولا أصم ولا حاجة، هو سمعه بس مش عايز حتى يبين له إن أنا سامع إن أنت رسول، يعني لهذه الدرجة. شوف الإيمان وصل لمرحلة إيه. فراح مسيلمة أمر الجلاد إنه يقطع حتة من جسمه تاني، فقطعها وبرضه اترمت جنب الحتة التانية، وفضل الحال على كده لحد ما اتقطع حتت كتير قوي من جسمه ومات من كتر النزيف. بس مات وعلى لسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو مات والمشركين برضه ماتوا، بس دول فريق في الجنة ودول فريق في النار. وبس كده خلصت الحدوتة.